هلو بنات، رمضان كريم على الجميع وعساكم من عواده. يلا تعالوا خليني أحضر أدوات رمضان أو زينة رمضان. أعرف إنه متأخر هواي عليكم بس يلا ما يخالف. ذني طبعا الأغراض يعني راح أرتبهم بغرفتي، ويعني دا أراويكم هالحشكلات اللي أحبهم. وهذا الصندوق دائما أسوي بيه حزلورات على انستغرام. إذا تردون أسوي لكم بث وأحذركم شنو داخل الصندوق، نسوي بث ونجتمع. وإذا حابين كتبولي بالتعليقات، لأن أنا نهائيا ما مسوية بث بقناتي. وبنات هذول وجوه المخاد. المهم هسه راح أسوي سمبوسة للسحور. شنو مكوناتها؟ سويت لحم وكرفس وبصل، بس ما سويت غير شي، ما حطيت بوتيتا وهيج أمور. حسيتها أطيب بس لحم وكرفس وبصل. طبعا اللفة مالتي هنا مو تمام، فاعذروني أول مرة ألف بهذا الورق مال السمبوسة. دائما غير نوعية، ذاك المستطيل تعرفوه، أحس ذاك أسهل وأجمل. المهم لفيت وكملت. هنا هسه راح أبلش بالفطور. إن كان عندي الظهر وما عندي شي فسويت وحضرت السمبوسة. فهسه نتجه للفطور مالتنا. راح أسوي هذه الأفخاذ أشويها. طبعا هواي أكيد تمن ومرق وغيرها. شوفوا البنات بهذا الشكل تبلتها وراح أسلفينها. طبعا هي منقعة قبل بيوم بملح وخل عمود تصير اللحمة مالتها كلش طرية. وهسه راح أسوي السلطة. هذا كرفس ولهانة، كلش طيب اللهانة أحبها، أثرمها ناعم بهذا الشكل. بنات أكيد كل واحد وطريقته بالسلطة ويومية تغيرون. وهنا الطماطة همين راح أثرمها ناعم، وثرمة الخيار. أنا أحب هاي النوع من السلطة، وخاصة إذا وياها زيتون تصير واو. المهم بنات أنا شنو أحطلها دائما دبس الرمان والكاتشب، أحسها كلش تصير طيبة. وشنو أحطن؟ كمون، رشة كمون، أو إذا عندكم بهارات أو مطيبات مال سلطة. المهم أنا حطيت لها هذول الاثنين المكونين، وراها أحطها بالثلاجة من تصير باردة تصير تخبل. وراها شنو سويت تمن، حطيت الحشوة اللي هي شعرية وبتيتها ناعم كلش، وحطيت لها عدس بنات، وبصل هميني ناعم، وبهارات. أحب الكمون كلش ويا التمن، وفلفل وكاري وبهارات برياني. راح تصير كلش طيب التمن وينوكل وما يبقى عندش ولا عيبات بهذا الشكل. وبعدين أهدرها على نار ناصية. هسه تعالوا خلينا نسوي الحلويات. هنا أنا عندي هيل راح أطحنه، وحليب ونشا وكاكاو، وأكيد سكر بس أنا هنا ما حاطه. فيلا خلونا نسويه محلبي بالكاكاو. هنا أنا صراحة بدون مقادير حطيت، يعني بكيفي. كيفكم هيج حلويات عينكم ميزانكم، إيش قد أنتم عددكم بالبيت راح تكثرين، فما يحتاج مقادير. هيج يعني هيج المحلبي يطلع دائما مضبوط بدون أي مقادير ولا تعب. وهنا الحليب، وهنا راح أحطن السكر. احنا طبعا بنحب الحلويات الكلش حلوة، فحطيت شوية سكر. راح أحط ملعقة هيل مطحون. وإذا عندكم من طعم شوكليت، طعم فانيلا، طعم كراميل، لأن كلش طيبات همين تقدرون تخلون من عندهن. وهسه نخلطه زين عمود ما يتكتل، وراها أحطها على عين ناصية أو نار ناصية كلش، وأظل أخلط بيه عمود ما يتكتل بنات. أخلط بيه لحد ما يتجانس كله، وأخليه بالكاسات، وأزينه بالشي اللي عندي. أنا حطيت هنا مبروش جوز الهند، وياها هذا البسكت بالقهوة كلش طيب. حطيت هيجي يعني الكاسات، وطلعت كلش طيبة. جربوها، مكوناتها سهلة وموجودة بكل بيت. وهنا بعد الفطور، والحمد لله والشكر ربي يشبع كل جوعان. سويت فنجان القهوة لأن ما يعدل المزاج بس هو،
وهنا زنود الست كلش أحبها، يمكن أكثر حلويات أحبها. طبعا أنا كلش أعرف لها وهي كلش سهلة، بس دائما أشوف الحلويات لما نشتريها أسهل لنا وأرخص لنا مما إحنا نسويها. مثلا الزنود يعني يراد لها وقت ونار وشيرة وتعب، بس لما تشتريها هي أرخص بهواي. المهم أكيد انتم همين تسوون قعدات بعد الفطور وهي أهم شي. بنات كتبولي بالتعليقات وصفات أكل طيبة وسهلة أنا ودي نسويها بالفيديو الجاي، يلا كتبولي بالتعليقات ونعروني. تعالوا هنا، أنا اشتريت كم قطعة ملابس للعيد أو يعني للدوام همينة. المهم بنات اشتريت هذا اللون البرتقالي اللي كان دارج بوقته، المهم كلش حبيته. واشتريت لهذا اللون الجوزي همينة حابته وما موجود بملابسي إلا كلش قليل، فحبيت همينة أشتري هيجي قطعة كلش حلو تطريزها وفيكاسها. بنات أنا ما عندي محل محدد أشتري من عنده، لا، كل ما أطلع أشوف قطعة تعجبني بأي محل مباشرة آخذها. واشتريت هذا البلوز أو البادي أو التيشيرت يموت متى تبي، عجبني 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 عجبني. إن شاء الله في يوم أسوي تنسيقة وألبسها وأراويكم شلون حلوة، يعني أسوي فيديو كامل مال تنسيقات. أوكي بنات كلش حبيته، وبالفيديو الجاي راح أعلمكم شلون تنسقون الملابس، لأن أنا همينة كنت حالة مثلكم. بنات أعرف هذا الشي متأخر، بس أني بعيد الأم سوينا يعني عيد ميلاد هيك بسيط ومرتب وبيناتنا، فما نشرته حبيت أدمج ويا الفيديو على مود أراويكم. يعني الحمد لله والشكر، الله يطول بعمر أمهاتكم ويرحم الأموات من عندهم. هنا كان عيد ميلاد بسيط، وهو أكيد الحجية تطلبني هدية، وإن شاء الله من أجيب لها الهدية همينة راح أصورها لكم. هنا بعدها اشتريت منتجات اورديناري بنات اللي معروفة ومشهورة بالوقت الحالي، قلت أجربهم. حاليا يعني لابا الزينات، وهذا التونر مال اورديناري همينة كل زين. أما ذاك مزيل عرق ذاك ب17,000 بنات، كلش حلو ما يسمر. أما هذا نيتروجينا هو مرطب، للأسف طلع بيه حب فما أنصح بيه. إذا تردون أسولفلكم أكثر عن منتجات كتبولي، عن مود أشرح لكم كل منتج وشنو فوائده وسلبياته، لأن هسه طاشة وكلكم تردون تجربوهن. المهم هاي هنا صعدت للسطح، هاي قبل الفطور يعني بس هسه حطيته بالمونتاج. المهم